غادي يكون سمع بالغلاء ديال الاثمنه ديال الحواله مع كاع قرب عيد الاضحى وداك الشيء كلشي غيكون سمع صاحبي. كتقبض 3000 درهم كتبغي تمشي تشري مثلا شي حولي ما كتلقاه كاع ما كتلقاه كاع صافي. وكيقول لك عاوتاني راه بحال والو عيد الاضحى بحال والو عيد الاضحى غادي تلغى. كيقول لك عاوتاني راه كيستوردوا هذوك الحواله من اسبانيا قبل شي تعرفوا عليه دير غير لك الله يكون الشر في القناه غادي نعرفوا الاسباب علاش تغلى علاش غلى الثمن ديال الحواله مع ومازال باقي لي 3 سيمانات والغلاء ديال البوطه وشحال من بلان. درا هذاك الله يشوف القناه يلا نبداو. عندك اسيدي غلا هاد الثمن ديال الحواله غلا قبل العيد العالم الله في هاد السيمانه الاخر ديال العيد وسميتو. كيقول لك اسيدي السبب الغلاء اسعار ديال الحواله هو الجفاف. كيقول لك اسيدي كاين الجفاف اصلا باش تعرف واش كيجف ولا لا. شوف غير التدابير. كيقول لك اسيدي الحمامات هما واللافاجات كيتسدوا 3 ايام في السيمانه واخا هادشي ما كتشوفوش بعدا. المهم كيقطعوا الماء في الليل يا في الصباح على بعض المدن المغربيه. عندك اسيدي ولكن هاد التدابير هادو كاملين انتجنا واحد فقدوا شحال من واحد الخدمه ديالو هذا شيء فهمتي. مثلا نعطيك مثلا شي مثال 3 ايام في السيمانه يسدوا الحمامات داك اللي خدا في الحمامات الكساله وداك الشيء والله لي لافاشات فهمتي. ولات ارتفعت نسبه البطاله 16.7%. راه رقم عرفتي كي داير راه رقم ولكن علاش بغيت عندي واحد السؤال في راسي علاش حتى لهاد العام ولا عامين ولا 3 سنين الاخرى عاد باش ولا كلشي كيدوي على الجفاف والمشاكل ديالو المشاكل ديالو وكيديروا ليه التدابير الصارمه قاصحه باش الحمام 3 ايام صاحبي 6 سيمانه. المهم عندك كنقول لكم الجواب. عندك يا سيدي ولينا كنعيشوا الاضرار ديال الجفاف مباشره. ابرز مثال هو الاثمنه اللي كتشوفوا دابا اللي هضرنا عليهم في هذا الفيديو. نعطيك مثال مثلا باللحم شحال كان كيدير 50 درهم دابا لهذا الكيلو دابا ولا كيدير 130 درهم. ديك الاموال تترعرع عندك هذاك. ونقول لك علاش حيتاش مثلا دابا يسيدي حنا بغينا ننتجو كيلو ديال اللحم شحال غادي نحتاجو من الماء قدر شحال نتايا غنحتاجو 15,000 لتر د الماء باش ننتجو كيلو واحد ديال اللحم. والماء ولا قليل يعني فهمتي يعني خاصنا الماء باش ننتج اللحم يعني اللحم حتى هو غيغلى يعني داكشي. واللحم راه هما الخرفان وداكشي. المهم داكشي ولكن هذاك الشيء خطير. وهذاك الخطوره ديال الجفاف الحاليه اخطر من هذاك من الخطوره اللي دازت على المغرب في 1981 في 1996 حيت ان هاد السنتين هادو تلغى فيهم عيد الاضحى وواحد السنه اخرى تلغى. ولكن فهمتي نقولوا 3 حيتاش وحده حيتاش مات الحسن الثاني حيتاش داكشي علاش مات هذاك. وهذاك السبب هو حيت كانوا عارفين الجفاف هو ولكن حيت كانوا عارفين الاثمنه ديال هذاك ديال الحواله فهمتي. وما تنساوش ان الحواله فهمتي ما كتجيبوش بوحدو فهمتي. كتجيب تقضيه فيهم الفاخر الشوايه اللي بتدرب شويه داكشي وهذاك الخضرات التيسير كامل داكشي فهمتي. دوك القتبان ولا ما عرفتش كيقولوا لي المهم فهمتي. يعني مثلا سيدي حنا غادي نديرو الخروف مثلا شريتيه ب 5000 درهم سيدي 5000 11 دار بتشري فهمتي خروف عادي جدا فهمتي في هذا العام ماشي حنا كنهضروا على الفايتاني غتخلص 5000 درهم زائد التقضيه كامله تكفيك سيدي شهر الخضره الشوايه الفاخر داكشي كامل 2000 درهم هي 7000 درهم. 7000 درهم صافي ما كيجد حتى شي واحد كاع هو هذاك المستوى المتوسط ما كيجد شي واحد 5000 داك 7000 درهم في الشهر. هذاك الشيء علاش قال لك بغيت تلغى العيد. المشكله واحد البرنامج حتى هي قالت راه غادي نخليكم مع الفيديو دابا نخلي لكم خصو يتلغى لانه مع هذا غلاء المعيشه الناس ما عندهمش كيمشيو كيلقاو خروف صغير دابا بعيد من العيد الكبير ب 3000 درهم و 3500 ما خصناش نرميو بالناس للتهلكه. ولهذا انا بالنسبه لي يعني انا غادي نكون مع حذف هذا العيد الاضحى في نفس الظرفيه وفي نفس الموضوع اللي هو غلاء الاسعار. زاد الثمن ديال البوطه نهار الاثنين كان 40 درهم ولا 50 درهم ولا 53 درهم هذاك. نقول لك علاش حيتاش شافوا باللي ان حيتاش دابا الثمن الاصلي الا بغاو يبيعوا البوطه هو 88 درهم بتشري بوطه فهمتي. بدل لك هما دار لك 40 درهم 43 درهم كاع باش كنشدوها فهمتي. المهم حيتاش دابا هما بغاو يعاونوا دوك الفقراء وداكشي ولكن ما كيشوفوش هما الفقراء مستافدين
كيشوفوه بلي صحاب القهاوي والريستورات هما اللي مستافدين، حيتاش هما كيشدو بزاف ديال الباطو، صحاب الفرارن والحمامات الماء السخون، وهادوك هما اللي كيشوفوها سيدي مستافدين. داكشي علاش اسيدي قال لك اسيدي غادي نحيدو هذاك، حيدو الثمن ديال البوطه وهذاك 10 دراهم اللي زادوا، 10 دراهم اللي زادوا. المهم راه هو هذاك واللحم تا هو شحال